احكي لنا انت بقى المهم، قصة هولد اوفرز. قصة هولد اوفرز بتتكلم عن مدرس في مدرسة في وقت الكريسماس. فطبيعي ان في وقت الكريسماس الطلبة يعني بيقضوا الكريسماس بتاعهم مع عائلاتهم، ولكن لأسباب ما المدرس ده بيتم معاقبته، اللي هو يقعد مع الطلبة اللي مش هينزلوا الأجازة. فاحنا مش عارفين العقاب عند مين بالظبط، العقاب للطلبة ولا العقاب للمدرس. هو ده اللي هنعرفه يعني في أحداث الفيلم. احنا ممكن نختصر الفيلم كله ان في ثلاث ارواح حزينة عايشين مع بعض. اه، بنتلاقوا في الحزن اللي ملكوت جاي الله. معاهم ده لاسباب مختلفة، وباختلاف العمر ما بينهم. احنا عندنا الكبير والمتوسط في السن والصغير، مم. والثلاثة مختلفين عن بعض في الطباع. ثلاث حاجات اوجه مختلفة للحياة. والتلاتة رغم كده. موجودين في نفس المكان وشبه بيشوفوا بعض كل يوم، مم. ومع ذلك هم تقريبا ما يعرفوش بعض. هم بيتعرفوا على بعض في الرحلة بتاعت الفيلم دي. هو فيلم ماشي. كريسماس بامتياز، هو فيلم فيلم بسيط بسيط جدا جدا من افلام جدا. الكريسماس اه. الطبيعية. لكن رغم بساطته، لكن هو ممكن يقدر يحسسك بأكتر من شعور من مشاعر الحياة العادية. انت في الفيلم بياخدك في رولر كوستر كده زي بتاع الملاهي. امم. سعادة، لفرح، لأسى، لحزن، ندفة. لدفى. فيلم فيه جزء من الدفى يعني. هو اكتر فيلم، هو مش اكتر فيلم دافي السنة دي. انا شايف اكتر فيلم يتقال عليه دافي السنة دي كان فيلم باست لكن اه طبعا. اه، انا لكن بحب باست هو لايفز قوي. باست لايفز فيلم جميل جدا، وهو شكله السنة دي برضه هيخش في موسم الجواز بقوة يعني. امم. لكن هولد اوفرز، انت عارف رايي فيه. انا شايفه انه فيلم جميل، يعني فيلم جميل جدا. لكن ما اعرفش رايك فيه. والله انا عندي برضو حاجات مآخذ وحاجات حلوة في الفيلم. من الحاجات الحلوة في الفيلم التمثيل. تمثيل البطل اللي هو اسمه بول جاماتي. بول جياماتي. وانا اعرفه من سندريلا مان، وانا كنت بحبه جدا في دور سندريلا مان. كانت رشح عليه الاوسكار تقريبا لو انا فاكر صح يعني. اه. آه، اداؤه رائع. اداء الممثله السمراء اللي هي اسمها دافن جوي جينسون، اسمها ماري في الفيلم. 12 لمدود. التمثيل بالظبط. بتاع ماري، انا يعني في الفيلم بدات اشك ان هي مرت بده فعلا، اللي هي بتمر بيه في الفيلم، يعني انها مرت بيه في الحياه الحقيقيه من صدق التمثيل. هي بتمثل من غير ما تمثل بمنتهى هي الصدق. كانت رهيبه. يكفي ان انت تبص على وشها عشان تفهم هي بتمر بايه. مم. اللي هي بتمثله هي حالة صادقة جدا 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 جدا. صح. والبادي لانجوج بتاعتها، طريقة مشيتها يعني فطستني ضحك. وعامة يعني اغلب اللقطات الكوميدية كانت منها، لكن اكتر مم. لقطة كوميدية في الفيلم كانت من بول جاماتي. تمثيل من الاثنين. ولا انجوس مش احسن حاجة، عامل زي الادوار. اه. مم. دول شفته يعني احمد مالك يعمله عادي. فاهم قصدي ايه؟ اللي هي احمد مالك الادوار. ممكن يعمله احسن يعني. اه، اللي هي الادوار لو معاه بتخش. محمد سامي ممكن يخليه يعمله احسن. طبعا طبعا. اللي هو طفل طول الوقت عنده نوع من التمرد، عنده طول الوقت نوع من الثورة على المجتمع إلى حد ما. بس عادي، ما شفتش منه حاجة متفردة. لكن كان في تفرد فعلا. دور ماري ودور بول جاماتي في الفيلم كانوا رائعين جدا جدا جدا، وبالذات جدا. ماري. صراحة ماري كانت رهيبة. بول جاماتي كانت كان حلو صادقة فشخ. جدا. بول صادقة جاماتي كان جدا حلو فشخ. جدا يعني يعني. أنا شايف ترشيح السبورتنج أكترس لازم. ماري لازم. ترشيح الأكتر على حسب الموسم هيبقى ماشي ازاي. اللي فاضل احنا لسه عندنا برادلي كوبر، وبرادلي كوبر هو المنافس الأشرس اه، باللي أنا بسمعه باللي احنا وبقراه يعني. بنسمعه برادلي كوبر قوي جدا السنه دي. ايه عندك ميزه تانية؟ عندي الميزة التانية إن إحنا بنتكلم في مكان محدود، ومع ذلك الفيلم عرف يستكشف حاجات كتيرة جوه المكان ده. يعني إحنا أماكننا محدودة، ومع ذلك هو ركز على العلاقات، ركز على ماضي الشخصيات. من الحاجات اللي عجباني في الفيلم هو طريقة السرد. إن إحنا في أول الفيلم بنشوف شخصيات ممكن نكون مقيرين منهم شوية، ولكن مع طول احداث الفيلم انت واحده واحده بتتعرف عليهم. انت بتفهم هو ليه كده، هو انت ليه جامد كده، هو ايه انت ليه ضعيف مسببات؟ كده. هو بالظبط بالظبط ايه الباك ستوريز اللي وصلتك لهذه النقطه. والفيلم كان ذكي وسلس. وسلس يعني اكتر صفه عليه اللي هو سلس جدا وهو بيكشف الحاجات دي.
ما بتحسش انها بالمعلقة. لا، هو صمم لها مواقف عشان لما وقت ما اجي احكيها تكون هي فعلا موجودة في الزمان والمكان المناسب ليها جدا، اللي انا اعرفها دلوقتي. ف ده كان حلو على مستوى السكريبت، حلو، مش متفرد ولكن كويس. الاخراج، انا كان عاجبني اول الاخراج، ان الاخراج كان السهل الممتنع. يعني الفيلم ده فكرني باخراج، مع طبعا الفارق في القيمة، يعني انا ما اعرفش ده اخراج مين. فيبلمانز لستيفن سبيلبرج. مم. سبيلبرج في فيبلمانز هو عارف ان الدراما هي بطل الفيلم. فسبيلبرج كان بيعمل ايه؟ كأنه ما بيتدخلش في المشهد، مش فارد عضلاته. انا عندي ممثليني اتعاملوا، عندي دراما وعندي موقف، هو اللي شايل المشهد. انا كأني مش موجود، لا هحرك كاميرا ولا هقطع قطعات خرافية ولا هعمل اي حاجة. فالاخراج كان عاجبني قوي في حتة ان هو سلم ممتنع، الفيلم مش محتاج اكتر من كده. نفسي. هو عامة الفيلم ده إخراج ألكسندر بين. ألكسندر بين مخرج عمل فيلم أنا شايفه أحسن فيلم عامله بول جاماتي، اللي هو سايد ويز. أنت لو شفتش سايد ويز لازم تشوف سايد ويز. من ضمن عيوب الفيلم، ما حسيتش اللي هو سبعينات خالص، طريقة اللبس، الشعر، الأغاني. السبعينات فترة يعني مجنونة، يعني سهل تميزها. لوكاتها حتى يعني مشهورة لدرجة اللي هي بتتعمل في الهالوين يعني. فما حسيتش بده خالص. يعني عندك الفيلم ده حق. لو قلت لي عليه اللي هو في أول الألفية هقول لك تمام، لو هو في التسعينات هقول لك أوكي أنا عندك شاري، حق. الثمانينات لا تمام. عندك، لا لا لا، انا متفق معاك، انت ما عندك حق. كانتش. حسسني بالحوار ده الاضاءه، اللون اللي هو كان حاطه طول الفيلم. احنا طول الفيلم اللون يا ابيض يا اصفر، في صفار كده او بياض، التون بتاعت الفيلم. وكانه ريترو مم. كده شويه. وال اه، شبه حاجات والعرض، وودي ألن. وودي ألن اه دايما بيستخدم زي حاجات وودي الين. مم. والعرض والطول بتاع الفريم اللي احنا بنشتغل فيه على طول، فحسسني ان احنا موجودين في حاجه قديمه. بلس العربيات، مم. يعني انا ما حسيتش اكتر ان احنا في السبعينات غير من نوع العربيات الصراحه يعني. هي نوع العربيات اللي كانت موجوده طول الفيلم كانت عربيات قديمه. تانية في الفيلم ان كل الناس اللي في الفيلم ما عدا الثلاثه تحس ان هم بيمثلوا مش يمكن ده اللي طبيعيين. خلاني احس بصدق اداء ماري قوي. يعني اه ممكن ده يكون فعلا ايفن، اشتغل في اللاوعي بتاعي فعلا، ايفن ممكن. الراجل الاسمر اللي جه معاهم ساعات، الرابع، اه طبيعي. يعني تحس ان الناس اه كلها احنا هو في فيلم. بيأكت اللي هو كول، بيأكت اللي هو اه شخص لطيف. الناس بتاكت. انت جبت الجمله صح، بتاكت. مم. التمثيل ما فيهوش حاله الطبيعيه دي. يعني اه الاثنين اللي بيتعاركوا معاهم في البار بيمثلوا ان هو بيمثلوا. الست اللي هي كانت فاكر ان ان هي معجبه بيه. مم. التمثيل في الفيلم عدد ثلاثة غريب شوية. يمكن من مم. الناس ممكن ما تحسش بده، بس أنا حسيت بده. الموسيقى التصويرية شبه غايبة. هو فيلم خفيف، فيلم لطيف. جدا، يعني هو برضو الفيلم متفق معانا على ده. انا مش يعني جاي اشيل بار عالي ولا اتفزلك عليك خالص ولا حاجه، لا خالص ده خالص. فيلم وعيوبه قشطة كريسمس. موجودة. فيلم كريسماس بعيوبه الموجودة، ومش عايز يحكي قصة معقدة ولا أي شيء. وفيلم مم. تقضي بيه وقتك مع، في مورال كده في الآخر بتوصل له. وبتشوف أرك الشخصيات، ثلاث شخصيات عندهم أرك. والارك ده من اجمل ما يمكن، يعني في وزن المساحه اللطيفه. احنا برضو مش بنتكلم في فيلم عميق قوي بقى، وفيلم مم. سينمائي ولغه سينمائيه. لا لا، احنا بنتكلم في فيلم بسيط جدا، فيلم لطيف. فيلم دافي. طبعا ينصح جدا بيه للمشاهده. ووقت ما انت عارف الفيلم تتفرج عليه وانت قاعد بالليل كده، ايه، عايز تريح من يوم شغل طويل، قاعد بتتغدى، عايز تشوف فيلم حلو تتفرج بالظبط. عليه. فهولد اوفرز هو الفيلم المناسب في الوقت ده. لو عايزين تتفرجوا على فيلم شبه الأجواء دي وأحلى بكتير، فيلم اسمه ديد بويت سوسايتي، روبن ويليامز، سنة 89. كان لسه فيه، كان إيثان هوك فيه، كان عبقري. صغنطط كده. يعني فيلم عبقري. أنصحكم فيلم بشدة عبقري بشدة بصراحه. بشدة. أنا تقييمي للفيلم 7 من 10. 7.5 من 10. أنت مزود عليا نص النهاردة. اه مغلي اه عليا ليه يا عم؟ ده من العكس، انت بتزود وانا اللي بقلل. اه انت بيبقى تقييمك اعلى على طول من تقييمي. فبس كده كفايه. آه. يلا باي باي يا شباب. يلا باي يا جماعة.